لا زالت مدينة سليانة تعيش اليوم على وقع العنف والمواجهات التي وقع ضحيتها العديد من الجرحى. فاليوم تم قطع الكهرباء عن المنطقة، كما تجددت المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين الذين توجهوا صباحا إلى مقر الولاية تأكيدا على تمسكهم بمطالبهم. هذا وكانت قوات الأمن قد شنت ليلة الأمس حملة من الاعتقالات ليقع إطلاق سراح الموقوفين بعد بضع ساعات فقط من إيقافهم حسب شهود عيان. اغزروا مش يقتلونا راجل سكر عليه الفش. يا بنت شو قلتونا علي العريض شو تعملنا؟ استنى بالواحد سايبوه. على غفله شيء على غفله شو قلتوا راجل على غفله عم تعمل على غفله ابعد المقابور على غفله شيء يضربوا فينا بالسلاح حافين. علاش يضربوا فينا بالسلاح قتلوهم قدامك وثلاثين صحافي حديث صور دخلوا علينا الحمام البارح اكثرش من هك ويعايروا فينا ودخلوا علينا نتجاري يضربوا فينا يضربوا في الصغار ويضربوا في ولادنا. مداهمات فعلا ودخلوا على الديار وضربونا بالبومبا غاز في الديار وما خلوا حتى واحد لا مرأة ولا رجل وهانونا وصبونا بأتمن معنا. هذا خويا وخلاف هذا احنا حاجتنا بالتنمية ورحيل الوالي لأنه هو متجبر. باهي برا على روحك. ادخل الدار ادخل في سقف المنزل.